أنا لورين وارن، الوسيطة الروحية واللي عيشت الرعب ده كله بعيني. The Conjuring 2013. أنا وولري جوزي إيد وارن جالنا نداء من عيلة اسمها بيرن، راحوا يعيشوا في بيت جديد، بس من أول ما دخلوا الحاجات بدأت تتحرك لوحدها. كلاب بتموت، والست أم العيال بتتصرف كأنها مش هي. دخلنا البيت، حسيت بطاقة غريبة، في روح شريرة هناك اسمها باتشبا، ساحرة كانت بتضحي بأطفالها للشيطان. حاولت تلبس الأم وتخليها تقتل ولادها، بس أنا وإيد عملنا طرد أرواح كان مرعب حرفياً. كنا بنصارع الشيطان نفسه، بس أنقذنا العيلة قبل ما تتحول لمذبحة. The Conjuring 2 2016. لسه فاكرة اليوم اللي جالنا فيه نداء من لندن؟ عيلة هيدجسون، والبنت الصغيرة جانيت بدأت تتلبس وتتكلم بصوت راجل ميت. روح اسمها بيل ويلكنز قالت إنها صاحب البيت، بس دي كانت وجهة. الحقيقة كان في كيان أقوى، فالك، شيطان على هيئة راهبة. أنا شفتها في رؤى كتير، وكانت بتهاجمني في منامي، وده مش حلم. كانت بتحاول تدخل حياتنا وتقتل إيد، لكن في لحظة حاسمة ناديت اسمها بصوت عالي وطردتها. الرعب خلاني مش أنام أيام، بس الحمد لله ربنا نجانا. The Conjuring The Devil Made Me Do It 2021. ده بقى كان أغرب قضية اشتغلنا عليها. شاب اسمه آرني قتل راجل وقال إن الشيطان هو اللي أمره. اشتغلنا نحقق ورا الموضوع، وفعلاً لقينا إن الشيطان كان متلبس طفل صغير وانتقل لجسم آرني. في ست بتعمل طقوس سودة وبتستدعي كيانات عشان تسيطر على الناس. الموضوع بقى أخطر لما لقيتني أنا نفسي تحت التهديد، ولولا إيد في اللحظة الأخيرة أنقذني كنت انتهيت. وصلنا للست دي وقطعنا الطقس اللي كانت عاملاه، كأنك بتكسر لعنة. ملحوظة مهمة جداً، كل الرعب ده بكل تفاصيله المرعبة دلوقتي بتقدري تشوفيه على كانواتي تي في بجودة عالية جداً ومن غير ولا إعلان يعكرلك مزاجك. يعني هتعيشي الرعب على أصوله من غير فواصل، من غير تقطيع، كأنك جوه الفيلم حرفياً.